السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا طلاب الأسوان الجمال في كل مكان، أبطال الثانوية. كلام ليكم يا أبطال أولى ثانوي. إن شاء الله بأمر الله المراجعة دي مراجعة شاملة جدا لكل تريكات المنهج ولكل امتحانات الإدارات وكمان لكل الأسئلة اللي وارد تكون موجودة في امتحانك بكرة بأمر الله. فأنا طالب من حضرتك التركيز والانتباه، وعشان كده أنا هختفي من الشاشة خالص لأن الطلبة بتكون اتنشن وأكثر انتباها لما بختفي من الشاشة، بحيث إن أنا هقول لك على تفاصيل معينة وحاجات تخلي بالك منها. فيلا بينا نبتدي مراجعتنا. يلا بينا. بسم الله. هنبتدي بأهم 100 سؤال على منهجك كله بأمر الله. أولا وقبل كل شيء الشكر موصول للقائمين على هذه السلسلة الجميلة، سلسلة أسبايرز، واللي هدفها خدمة الطالب سواء كان في اسكندرية أو على مستوى الجمهورية بحالها بأمر الله. فنبدأ بأمر الله. السؤال الأول بيقول، طبعا حضرتك عارف إن السؤال الأول في امتحانك بيكون تشوز، بس بيطلب منك إنك تختار two correct answers، يعني بيختار منك انك تختار اتنين من اللي تشوز. زي ما انت شايف كده بيديك 5 choices وبيقول لك اختار اتنين. تمام تمام. حضرتك لازم تبقى عارف ان كل سؤال من دول بيكون عليه درجة، يعني كل choice من دول بيكون عليه نص درجة. يعني هتختار هنا مثلا طلعت عندك واحدة صح وواحدة غلط، هتاخد الصح اللي هتاخد هنا نص، ولو على حليت الاتنين مع بعض فبتاخد الدرجة كاملة. يلا بينا نبدأ بالسؤال الأولاني. بيقول the driver was fined، يعني اتغرم، اتغرم because he had the traffic law، يعني مستر عمل ايه؟ هو كسر الترافيك لو. فالإجابة هتكون broken وهتكون disobeyed. اوكي، يبقى عندك بروكن ده يعني هو هنا كسر الترافيك لو، يعني قواعد المرور، وهنا disobeyed يعني لم يطع الترافيك لو الخاصة بالترافيك بتاعت السيارات. I couldn't believe that the bus was empty، انا مش قادر اصدق ان الاتوبيس كان فاضي. the antonyms يعني عكس empty، empty يعني فارغ او فاضي، عكسها. يبقى عكسها مستر هتكون ايه؟ عمرها ما هتكون stressful، ولا عمرها هتكون stressed، ولا عمرها هتكون lazy. فالاجابه هتكون crowded وكمان busy. خلي بالك من busy هنا مش معناها مشغول، busy هنا معناها مزدحم. ندخل على السؤال، وده مطلوب منك تشوز، بس المرة دي هتختار كلمة واحدة. The internet makes us from the outside world، هنا قصده ان الانترنت بيعزلنا عن العالم الخارجي. فالانترنت مش هيكون insulted ولا suffered يعاني، هيكون طبعا isolated يعني بيعزلنا عن العالم الخارجي. The ministry الوزارة encourage بتشجع source of knowledge، sources of knowledge يعني مصادر المعلومات. أنهي مصادر معلومات؟ السستينبل المستدامة. نادر denied يعني أنكر، denied يعني أنكر. من الأفعال التي يأتي بعدها ing شبه like وافويد والأفعال اللي كانت مكررة عليك. فالإجابة طبعا عرفت إن بيجي بعدها ing، فهنختاره boring. أوكي. the kind employee الموظف في victim وقع ضحية to an online، هيقول لك هنا إن عملية نصب اونلاين، هل اسمها اسكان ولا اسكام؟ فالإجابة طبعا هتكون اسكام، بمعنى عملية نصب واحتيال. ندخل على السؤال اللي بعده. The Egyptian army is responsible، الجيش المصري مسؤول عن for our borders هنا بمعنى الحدود، حماية حدودنا. عارف كلمة بوليس دي الفيرب منها بيكون policing، فالإجابة هتكون policing اللي هنا معناها حماية الحدود. how not rice do you want، طبعا هنا رايس دي uncountable noun يعني اسم غير معدود. فطبعا يا مستر الاسماء الغير معدوده بتاخد يا اما ماتش يا اما ليتل. فطبعا انت عارف ان الكاونتبل ناونز الاسماء المعدوده بتاخد ميني، صح؟ ده عشان معدوده، وبتاخد فيو وبتاخد اف يو، فدول مش هينفعوا معايا عشان الرايس uncountable noun. فالاجابه هتكون ماتش. the tourist يعني السائح his life to the policeman، هنا بيقول لك ان السائح his life to the policeman who shot ذا كايدنابر، اللي هو ضرب نار على اللي كان خطفه. يبقى يدين لي او يدين بالفضل لي، الإجابة بتاعتها هتكون اوت. اوكي. 20 years have passed away space we met، 20 سنة عدوا منذ أن تقابلنا. خلي بالك من سينس، هي كده كده الإجابة عندنا هتكون هنا إيه؟ سينس. خلي بالك من حاجة، إحنا اتفقنا مع بعض إن سينس ماضي بسيط بعديها هاز أو هاف قبليها، وما تنساش البي بي، كنا بنغنيها كده ونقول سينس سينس سينس
ماضي بسيط بعديها has أو have قبليها، وما تنساش البي. فحضرتك ده انطبق هنا في القاعدة بتاعتك اللي موجودة. فهنا كانت have بس ده اهي، والناحية التانية ماضي بسيط، فالإجابة هتكون 6. السؤال اللي بعده celebrities يعني المشهورين are considered role، وهنا عايز يقول لك role models يعني القدوة بتاعتهم، ودي ما فيهاش أي حاجة. every 12 months the earth دي طبعا بيقول لك كل 12 months كل 12 شهر الأرض the earth not the sun. أولا الجملة دي جملة present simple. يعني إيه present simple يا مستر؟ يعني مضارع بسيط. وانا فكرتك باغنية المضارع البسيط اللي كانت بتقول المفرد بيحب الاس، الجمع السادة من غير زيادة. تاني المفرد بيحب الاس والجمع السادة من غير زيادة. يبقى يا مستر لو عندي حاجة singular بنضيف في اخرها يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اس. والارث هنا الارض مفرد، فالمفرد هنختار حاجة فيها اس. خليك فاكر اغنية المضارع البسيط، المفرد بيحب الاس، الجمع السادة من غير زيادة. يدخل على السؤال اللي بعده I space out of the boat when I dropped. نبص على الرابط اللي عندنا، والرابط اللي عندنا هو when. جه بعدها يا مستر اي دي، فده ماضي بسيط. نبص على الجملة اللي قبلها، طالما الجملة بدأت ماضي تقفل ماضي، ولو قفلت ماضي هتبدأ ماضي، فهو هنا في ماضي. فأنا كده بديهيا مش هختار حاجة مضارع خالص، مش هختار حاجة مضارع خالص، هي دي أصلا ماضي فمش هتمشي. مش هختار حاجة مضارع خالص. أنا قدام الجملة دي وقدام الجملة دي، فالإجابة طبعا هتكون was leaning واللي هي past continuous. خلي بالك من حاجة، لما يجيب لك جملة مكونة من طرفين يعني في رابط في النص، تشوف لو الجملة الأولانية بدأت ماضي هتقفل ماضي، طب لو بدأت مضارع يا مستر هتقفل مضارع أو تقفل مستقبل بويل بقى أو am is are going to، أي شكل من أشكال المستقبل. السؤال اللي بعده when they came to cafeteria they stopped. طبعا حضرتك عارف ان stop من الافعال اللي بيجي بعدها to او الفيرب بلس اي ان جي على حسب المعنى. هنا المعنى هو اللي هيحكمك. بيقول لك when they came to cafeteria لما وصلوا لحد الكافيتيريا they stopped علشان ياكلوا، لكي ياكلوا. فالاجابه الصحيحه هي to eat. تمام يا ريس؟ احنا كده حلينا مع بعض 14 سؤال مهمين بافكارهم. فيلا بينا ندخل على سؤال الترانسليشن. نقرا مع بعض. Facing global problems is responsibility of government as well as individual. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني عايز يقولك ان مواجهة المشاكل العالمية هي مسؤولية الحكومات والافراد. نكمل بقية جملتنا therefore ولذلك we should play a positive role. لازم نلعب دور ايجابي in facing these challenges to lead a better life. علشان لذا يجب أن نلعب دورا إيجابيا في مواجهة هذه التحديات لكي نحيا حياة أفضل. تمام. طبعا حضراتكم وأغلب الطلبة بتعمل حاجة، وهي إنها بتمشي مع الجملة وتبتدي تقرأ الكلمة الأولانية في كل جملة والكلمة التانية والكلمة التالتة لحد ما ينزل لتحت، ويقعد يطير الجملة المتشابهة ويختارها. ساعات هذه الطريقة بتكون صحيحة وساعات لا، بس أنا هعتمد عادي جدا على حد بيحل عادي وبيحاول يجيب الجملة من السؤال بتاعها. فأنا قرأت الجملة خلاص وعرفتها مستر، هبتدي أستبعد الجمل اللي ما تنفعش معايا. فأبدأ بأول جملة في إيه؟ مواجهة المشاكل العالمية هي مسؤولية الحكومات والأفراد، ولذا يجب علينا أن نلعب دورا في مواجهة هذه التحديات لنحيا حياة أطول. هو ما قاليش أطول، فإيه كده مش معايا. هطلع بس لفوق. مواجهة المشاكل هو فوق قال العالمية صح؟ لو جينا بصينا قلنا جلوبال، وهنا قال المحلية، فبي مش معايا. ندخل على سي. مواجهة المشاكل العالمية هي مسؤولية الحكومات والأفراد، ولذا يجب أن نلعب دورا إيجابيا في مواجهة هذه الأزمات. هو ما قاليش الأزمات، هو قال لي فوق التحديات، فالإجابة الصحيحة معايا هتكون هي دي. ندخل على اللي بعده. يستخدم العلماء لغة غالبا ما تكون صعبة على عامة الناس، ولذلك لا يستطيع معظم الناس أن يفهم الكتب العلمية. نقرأ مستر تاني. تمام يا مستر، قبل علماء وقال لي غالبا ما تكون صعبة على عامة الناس، قال لي هنا عامة الناس، ولذلك لا يستطيع معظم الناس أن يفهم الكتب العالمية. حضرتك قدامك حلين. لو موضوع الحاجات اللي انتوا بتعملوها ده وبتطير الجملة جاي معاك صح،
اعتمدوا وحل بيها، اهم حاجه تطلع للاجابه الصحيحه. بس انا هقرا واشوف واحاول اشوف الجمله ايه الغلط اللي فيها. فهبدا بالجمله الاولانيه اللي هي ايه؟ scientists often use a language normal people. لا normal people دي هو ما قاليش normal people الناس العاديين، هي المفروض تكون ordinary people. فهنزل عند الجملة التانية scientists often use language ordinary people find difficult, so most people can't misunderstand scientific. هو ما قالش misunderstand، هو قال هي misunderstand معناها عدم الفهم، هو قال هنا أن يفهم، يبقى كده A و B مش معايا. ننزل على الجملة رقم 3 واللي بتقول scientists often use a language ordinary people find it difficult, so most people can't understand the scientific books. ودي الإجابة الصحيحة طبعا لأن هي ما فيهاش أي غلط. تعال بقى ندخل على القصة بتاعتنا الجميلة وقصتنا اللي اسمها Treasure Island. بسم الله ونبدأ بأول سؤال. In your opinion في رأيك could Jim made use of the map؟ هل استخدم الماب بشكل جيد alone to get the treasure؟ كان يقدر يستخدمه لوحده، يعني هو فيما معناه بيقولك هل جيم كان هيقدر يستخدم الماب بمفرده من غير ما يستعين بالأشخاص اللي كانوا معاه؟ لو قلت يس هتقول ليه، ولو قلت نو هتقول ليه؟ انا بالنسبه لي الاجابه المفضله ان انا اقول نو. هتقول لي ليه يا مستر علي؟ هقول لك because he was still young، لانه ما زال ايه؟ صغيرا. تمام يا مستر، هو still young and he didn't have enough money، يعني وما كانش معاه and he، هكتب في الجزء ده عشان تبقى انت ماشي معايا didn't have enough money دي يا مستر enough money اللي يخليه ان هو يميك such a journey، عشان يعمل journey شبه دي ويعرف يتمشى فيها ويقدر يوصل للحاجات اللي عايز يوصل لها. if you were Jim، لو انت كنت مكان جيم would you agree، كنت هتوافق to do that adventure with Dr. Livesey and others؟ كنت هتوافق انك تعمل الجيرني دي او الرحلة دي او المغامرة دي مع دكتور ليفزي and other والناس التانيين اللي كانوا معاه؟ لو قلت يس هتقول ليه، ولو قلت نو هتقول ليه؟ طبعا انا هكتب لك الاجابة اللي تعتبر كويسة جدا ومناسبة ليك، فانت هتقول يس. نعم طبعا يس. طب يس ليه يا مستر؟ to get علشان يحصل على that treasure، عشان يحصل على الكنز. طب هو لما هيحصل على الكنز هيصبح ايه يا مستر؟ هيصبح reach to and be ايه طبعا and be rich، ويصبح غني. تمام. السؤال اللي بعده why do you think looking for treasure always mean danger؟ ليه تعتقد ان البحث عن الكنز دائما ما يعبر عن الخطر؟ طب ما هو معروف يعبر عن خطر لان في طبعا because يا مستر because a pirates. طبعا حضرتك عارف ان pirates يعني القراصنة مالهم are always there، وطبعا كان ممكن هم يقتلوه and would kill anyone. نكمل بقية مراجعتنا وندخل على بعض الأسئلة الهامة اللي جاية. وزي ما حضرتك شايف احنا بنبدأ بسؤال اللي تشوز اللي هو بتختار فيه اختيارين، والسؤال اللي تشوز اللي بتختار فيه اختيار واحد. I will always be grateful، أنا على طول هكون مهتم أو ممتن أو شاكر for my teacher who support me، اللي بيدعموني. the word support بمعنى يدعم can be replaced، ممكن أبدلها بإيه يا مستر؟ أبدلها بحاجتين طبعا، أنا أحل على طول عشان تبقى تثبت معلومتك بالحل. assist يعني يساعد، وإيد يعني يساعد. the antonyms يعني إيه antonyms يا مستر؟ يعني العكس. عكس generous، يعني إيه generous أصلا؟ generous ده معناها كريم، عكس واحد كريم طبعا هيكون يا مستر mean وميزري، شخص ايه بخيل
مين وستنج برضو تيجي بمعنى بخيل. ندخل على السؤال اللي بعده، والسؤال ده مهم جدا. بيقول لي هاو نقط ميت. طبعا انت عارف ان الميت uncountable noun يعني اسم لا يعد. طبعا يا مستر طالما لا يعد يبقى هياخد much. سهله. cutting trees. cutting trees يعني انك تقطع الاشجار. نقط our global climate. climate يعني ايه يا مستر؟ يعني المناخ، يعني بيأثر، يعني بيكون خطر. يبقى ان خطر يا مستر الفيرب هنا هيكون endangers. a نقط is a person الشخص who look after the environment اللي بيحافظ على البيئة اللي كنا احنا بنسميها conservationist. اوكي. we get the noun بنحصل على الاسم from the verb agree. اننا قال لك هنا ايه، خلي بالك قال لك noun ما قالكش ايه بتحط بقى prefix ولا suffix ولا حاجة، وقال لك انت بتحصل على النون بإضافة طبعا حضرتك مش شن ولا لسه مستر، ولا الإجابة طبعا هتكون agreement MENT. most football players a lot of money بيكتسبوا الكثير من المال، وقلنا money بتاخد earn. يدخل على السؤال اللي بعد. he was in this case however I was able to. كان شخص ايه مبهم مش عارف اشوفه او اتعرف عليه فين، بمعنى يتعرف على recognize. she usually to school when she was young لما كانت صغيرة. وحد الله. مستر في وين مستر رابط، والجملة التانية ماضي. قلت لك لو بدأت ماضي تقفل ماضي، قفلت ماضي تبدأ ماضي، فدي ووز مستر ماضي. يبقى احنا هنا في الجملة دي لازم يكون في ماضي، فانا هستبعد ووك وهستبعد ووكس وهستبعد is walking. فالإجابة الصحيحة هي walked، ودي بتعبر عن عادة كانت بتحصل في الماضي، لدرجة انك لقيت هنا في ايه usually. طب usually يا مستر من كلمات المضارع البسيط البريزنت سيمبل. لا، الكلام ده كان في اعدادي كنا بنثبت لك شويه كلمات، بس انت دلوقتي ثانويه نظام جديد مفيش حاجه اسمها الكلمات الداله دي. كلمات بتستخدم في كل الازمنه، ولكن يعني يوجوالي هنا استخدمت للدلاله على عاده في الماضي، على عاده كنت بتعملها فين يا معلم في الماضي. كمل مع بعض. my uncle has got better since the operation. حلو قوي. since جات لي تاني، كان قبل منها ايه؟ انت يا مستر بتقول لي has او have قبليها زائد البي بي، يعني هو ماضي بسيط بعديها. بس ركز في حاجه هنا الاوبريشن هنا هل هي فاعل ولا مفعول يا مستر؟ يا مستر دي مفعول، هي مش هتعمل نفسيها. فانت هنا هتخش في الباسيف فويس. يعني ايه باسيف فويس؟ يعني المبني للمجهول، يعني هتبني جملتك للمجهول بس في الماضي. كنا بنبني الجملة في المجهول في الماضي باستخدام ووز او وير زائد البي بي. الاوبريشن ده يا مستر مفرد فهنختار لها ووز، والبي بي هيكون done، فالاجابة هتكون was done. England and Spain are European countries. طبعا الاسماء الجمع والصفة والموصوف الجمع، طالما كونتريز جمع يبقى مستر ولا بتاخد ولا ولا ان ولا ذا. كنا بنغنيها اغنية كده جميلة جدا اخترعناها للذا والا والان، حفظتك الدنيا. وبقى السؤال ده صعب على اولادنا، بامر الله سهل جدا سهل جدا، عمره ما كان صعب على اولادنا. فالاجابة هتكون نو ارتكلز. ليه يا مستر؟ علشان كونتريز هنا جمع، والاسم الجمع لا ياخذ ولا ولا ان ولا ذا. ولا مستر كان لما بيجي بعد منها فاعل بنحط لها ووز او وير اي ان جي. حذفنا الفاعل كانت اي ان جي. بس ركز في الجمله دي عشان دي جمله مجهول. وايل سبيس ذا بيبي، الحق مستر في قامه والبيبي سمايلد تو ذا دكتور. طبعا حضرتك عارف ان لما ما بيكونش هنا في فاعل يا مستر خالص بنحذفه بنحط اي ان جي. بس في حاجه، وايل نقط ذا بيبي سمايلد تو ذا دكتور، البيبي كان بيفحص نفسه ولا بيفحص؟ لا مستر البيبي كان بيفحص من الدكتور، فدي جملة مجهول. طب يا مستر يبقى انا كده مش هستخدم دي ولا هستخدم يا مستر ده. انا قدام being examined was being examined. لا يا مستر طالما حذفت يبقى الاجابة هتكون being examined. اوكي. you must hurry لازم تسرع or you not miss your train، والا قرار سريع او على طول. الاجابه بتاعتي طبعا هتكون ايه؟ افكرك برضو كانت ام از ار اي جوينج تو للدلاله عن المستقبل، اللي هي دي كنت بستخدمها امتى؟ مع بلان وانتند وديسايد، صح كده؟ بلان وانتند وايه وديسايد. وعند التنبؤ مع وجود دليل وام از ار اي ان جي كنت بسميها المستقبل الخلصان. مع arranged وبريبيرد وإيفري ثينج از اوكي، الرجاله مثبتينهم ببعض الاشياء الهامه
فبأمر الله تكون سهلة جدا معاكم. I haven't met my cousin، ما قابلتش my cousins not the last. حلوة أوي يا مستر، كنا مثبتين حاجة جميلة بتقول for last since the last for last since the last. هنا مين يا مستر؟ هنا the last، فالإجابة طبعا هتكون since the last. ندخل على سؤال الترانسليشن المهم جدا معانا. بيقول لي studying abroad يعني الدراسة بالخارج إحدى أكثر الخبرات فائدة للطالب الجامعي، فهي تعطيه فرصة للإلمام بالثقافات الأخرى. Studying abroad may be one of the most beneficial experiences for college students. It gives students opportunity to be familiar with other culture. طب تعالى يا مستر نطبق كده ونشوف الكلام ده هيبقى ماشي معانا ازاي. ربما تكون الدراسة، شاكك في دي يا مستر، تعالى بس نتأكد. ربما تكون الدراسة بالخارج أكثر الخبرات، فهي تعطيه الابتعاد عن، هو ما قالش فوق الابتعاد عنه فدي بره. ربما تكون الدراسة بالخارج إحدى أكثر الرحلات، هو ما قالش الرحلات، هو قال الخبرات، يبقى كده بي بره كده سي بره. ربما تكون الدراسة بالخارج أكثر الخبرات فائدة للطالب الجامعي، فهي تمنعه، هو ما قالش تمنعه فوق، فالإجابة الصحيحة هتكون إيه؟ ده بعده. يفضل البعض تناول الوجبات السريعة نظرا لرخص تكلفتها ولعدم رغبتهم في إضاعة الوقت في إعداد الطعام بأنفسهم. تعالى برضو نشوفها. طبعا يا مستر لازم أول حاجة نقرأ. حضرتك طبعا هذا تاني بتحل بطريقة قشطة، جت معاك جامد جدا وتأكدت من إجابتك وبتجاوبها بسرعة تمام، ما جاتش معاك مش مهم، لازم تقرأ وتستخرج انت مع نفسك. some people refer، لا ما قالش فوق refer فدي مش هتبقى معاه. some people prefer to eat fast food although، ما قالش although دي فمش هتكون معاه. some people prefer to eat fast foods because of they are cheap. كده شيب دي خروف مش شيب رخيصة. طبعا الإجابة هتكون إيه يا مستر؟ الإجابة هتكون دي. ندخل على السؤال اللي بعده، سؤال تريجر ايلاند جميل. السؤال الأول بيقول لك if you were a ship captain، لو أنت كنت مكان ship captain would you choose your own crew، كنت هتختار نفس الفريق بتاعك. واي، أنا طبعا إجابتي هتكون يس، وتعالى نعرف السبب ليه. طبعا بالنسبة لي الإجابة هتكون يس because I would، استخدمت would عشان الكلام في الماضي طبعا، want to work with people، يعني الناس I can أنا أقدر أثق فيهم، I can trust. تمام، يبقى الناس دي أنا هثق فيها. السؤال اللي بعده بيقول what do you think would have happened، كان هيحصل if the blind man and his men had found Jim and his mother، لو كانوا لقوا جيم ومامته. أكيد طبعا كانوا هيقتلوهم، يبقى الإجابة هتكون they would ربما have killed them، كانوا هيقتلوهم، وطالما هيقتلوهم فهم جايين للكنز and taken the map، وكانوا هياخدوا الخريطة. السؤال اللي بعده بيقول what might have happened if the crew had known what might have happened if the crew had known that Jim heard their plan to attack Captain Smollett، لو كانوا سمعوا خطته ان هو هيهاجم كابتن سموليت. طبيعي جدا ان هما كده كان ممكن يقتلوه، فالاجابة هتكون كالاتي زي هما would. طبعا وانت شغال في الماضي في حاجة what do you think فتكتب would وبعد كده have، وطبعا هنا هما كانوا ربما هيدفنوه buried him alive. يلا نكمل مع بعض
السؤال اللي بعده. after 3 days at hospital، خلي بالك علشان هنا هو عايزك تختار إجابتين. after 3 days at hospital، بعد 3 أيام في المستشفى، he not better، تحسن يا مستر أو شعر بتحسن، فطبعا الإجابة هتكون good وهتكون برضو معايا felt. I couldn't eat this food، ما قدرتش آكل الطعام ده because it was، لأنه كان طبعا حاجة سيئة، ما كانش stressful ولا كان فاسينيتك رائع ولا ديليشيس لذيذ. يبقى الإجابة awful يعني فظيع، وكان هيكون عندي كمان terrible. exams are always، وهنا مطلوب منك تشوز، هتختار كلمة واحدة. exams are always very، على طول بتكون الامتحانات very for most student، لمعظم الطلبة. طالما معظم الطلبة فالإجابة هتكون stressful. my family stayed in، قعدوا في طبعا room in that hotel، فنو article. painting is original، يعني original يا مستر، original يعني أصلية. it not anywhere else، مش هتكون موجودة في مكان تاني، ودي حقيقة، والحقيقة مضارع بسيط، والمضارع البسيط قلت لك عليه المفرد بيحب الاس، الجمع السادة من غير زيادة، والنفي بتاعه بيكون don't doesn't never don't doesn't never. تعالى نبصوا طبعا مضارع معايا don't ومعايا doesn't it موجودة بتاعت مفرد، فالإجابة هتكون doesn't exist. a note is a piece of writing often arranged in lines، وفيها رايم، طبعا دي بتبقى طبعا poem. يعني ايه poem يا مستر؟ poem بتكون القصيدة. arranged في line بقى أبيات، أو الأبيات دي بتحمل نفس الوزن اللي هي القافية. is a piece of material used to control wind power on a ship or a boat. طبعا بيقول لك حاجة خاصة بالشيب أو البوت، اللي هو الشراع كان اسمه sail. a blood space is someone who gives money، gives blood، بيعطي الدم to the injured المصابين، يبقى ده طبعا اسمه blood donor، المتبرع بالدم. what not when أداة ربط الجملة التانية ماضي بسيط، يبقى when اتفقنا ماضي بسيط بعديها was aware قبلها زائد ال ing، وده موجود معايا في were you doing. I have known him، أنا أعرفه منذ أن تقابلنا في الإسكندرية، فطبعا حضرتك عرفت الإجابة في ماضي بسيط بعديها has أو have قبلها زائد البي بي حبيبتنا since. What can a teenager do to space friends in new town؟ طبعا أنت عارف يكون أصدقاء معناها make friends، فالإجابة هتكون make friends. أوكي. تعال بقى نركز في السؤال اللي بعده، علشان السؤال اللي بعده مهم. smart cards everywhere nowadays. smart cards everywhere nowadays يعني ايه يا مستر smart cards everywhere nowadays؟ هو هنا قصده انها مستخدمة في هذه الايام. طبعا يا مستر السمارت كاردز دي شيء اوبجكت، يعني مفعول وغير عاقل كمان، ويا مستر هي مش هتستخدم نفسها، حد هيستخدمها. طب يبقى انت كده معلم بتتعامل مع جملة مجهول، وفي زمن ايه يا مستر؟ في زمن المضارع البسيط. اتفقنا مع بعض قبل كده ان في المضارع البسيط المجهول بتاعه بيكون am is or زائد البي بي الباست participle، انما لو في الماضي هيكون was aware زائد البي بي، فهنا اجابتك هتكون are used واستخدمنا are علشان هنا جمع. she's based to England next Monday. everything is arranged، كل حاجة خالصة. قلت لك المستقبل الخلصان بنعلمه arranged اللي موجودة عندنا هنا prepared everything is okay. صح. طب يا مستر لما يكون المستقبل خلصان بنستخدم ايه؟ am is ing، فالإجابة هتكون is flying. دي ليها كام استخدام؟ ليها استخدامين، للدلالة على المضارع المستمر وللدلالة على المستقبل الخلصان، صح كده؟ وده استخدام المستقبل الخلصان مع وجود next وتمورو. تمام. arranged افتكر am is ing بختارهم لما الاقي arranged وprepared everything is a okay. It's important to memorize your username and not to log into your site. لازم تحفظ اليوزر نيم بتاعك علشان تستخدمه عشان تدخل في السايتس المواقع بتاعتك، وبرضو تكون عارف الباسورد يدخل على الترانسليشن. The Egyptian
The Egyptian built the high dam for many purposes. يعني بنوا الهاي دام السد العالي لأغراض كتيرة. To protect Egypt علشان يحموا Egypt from flood من floods الفيضانات and to provide electricity وعلشان كمان يا مستر يستخدموا ايه الكهرباء. اوكي تعالى بقى نشوفوا اللي مش هينفع. اولا مش هتنفع الاولى لان هو ما قالكش تمويل، فمش هتبقى الاولى معانا، يبقى ايه بره. قام المصريون ببناء السد العالي لاغراض منها حماية مصر وامدادهم بالاجهزة، هو ما قالش اجهزة فهتبقى الاجابة دي معايا بره. الاخرانية قام المصريون ببناء وادخار، غلط، الاجابة بتاعتي هتكون سي. تمام. يلا بينا ندخل بقى ايه على السؤال اللي بعده. ما زال بعض الناس يعتقدون في وجود أشكال من الحياة على كواكب أخرى بخلاف الكرة الأرضية. تعال أقول لك ليه الأولانية مش هتنفع علشان قال لي موست، فدي مش هتنفع معايا، وعلشان قال لي بلانتس فدي برضو مش معايا. ولا هتنفع التالتة علشان are still وقال لي thinking فدي بره، وقال لي هناك بلانتس فهتبقى برضو مش معانا. ومش هتنفع يا مستر آخر واحدة علشان قال لي farmers ودي مش معايا، فالإجابة هتكون طبعا بي. يلا بينا نكمل وندخل على النوفل بتاعتنا. If you were in Jim's place لو كنت مكان جيم would you agree to listen to the crew and know who Dr. Livesey and Mr. Drowney and Smollett could trust؟ هيثقوا فيه لو كنت مكانهم؟ الإجابة طبعا على حضرتك لازم تكون عارفها إن أنا كنت لو مكان جيم كنت هثق فيهم، فالإجابة هتكون يا مستر يس. طب ليه يا مستر كنت هتثق فيهم؟ because تعالى بقول لك ليه بقى السبب بقى. because this would help my group to know who our enemies were. تعالى نكتبوها عشان تبقى واضحة لكل الناس. يبقى مستر هتكون because this نستخدم حبيبتنا would help هيساعد مين يا مستر؟ الجروب بتاعي، يبقى my group to اكتبها هنا في الجزء ده عشان المكان to know هنعرف ايه يا مستر؟ who our enemies مين هم أعدائنا enemies، واللي هم طبعا انت عارف هيكون مكانهم فين. خلاص. السؤال اللي بعده you were right and I was wrong. انت كان معاك حق وانا كنت غلطان. what did this reflect about Mr. Brownlee characters؟ هو ده بيعكس لنا ايه في شخصية Brownlee؟ كان الشخصية دي اصلا لو جيت بصيت ليها هتلاقي انها reflect that he doesn't mind admitted his mistakes. ما كانش بيمانع ان هو يعترف بأخطائه، فالإجابة هتكون it reflects يا مستر that he إن هو that he إيه يا مستر he doesn't يعني مش بيمانع، اسمها doesn't doesn't mind مش بيمانع يا مستر admitting إن هو يعترف بأخطائه. طبعا admit بيجي بعدها الفيرب بلس ing فهتكون الإجابة هنا برضو كنون عادي فتبقى his mistakes. أنا بكتب في كل حتة ما شاء الله. هنفصل بقى عشان السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقولك if you were Jim place لو كنت مكان جيم would you go to look for the money robbed by the captain and his men؟ لو مكان جيم كنت هتروح تبحث عن الفلوس المسروقة by the captain and his men الكابتن ورجاله؟ أنا بالنسبة لي الإجابة الصحيحة هتكون إن أنا هقول نو. لا، هتقول لي ليه يا مستر؟ because طبعا حضرتك عارف because the captain and his men حاول نصغر خطنا شوية would chase us كانوا ممكن يا مستر chase بمعنى يطارد would chase us كانوا ممكن يطاردونا
and killed us ويقتلونا. ندخل على الميني تيست اللي بعده وركز معايا. The antonyms of the word international. سوري هو قال لي هنا السينونيم نفس معنى international. يا مستر international بيكون معناها global وكمان universal. اللي بعده we should all donate نتبرع بالموني to charities للجمعيات الخيرية. the word donate يتبرع can be replaced. لما يقول لك can be replaced يعني نفس معناها ممكن يتبرع بها بإيه يا مستر أو إيه اللي بتساوي يتبرع. طالما هتبرع يبقى هيجيف دي أول واحدة هيعطي أو present يقدم. The hotels in the city hopes to from the new airport. بتستفاد الإجابة هتكون benefit. Some boys admire بيحبوا الفوتبول boys وفي ناس تانيين أو ولاد تانيين فاحنا هنا نختار بص نختار يا أذر يا أنذر. طبعا احنا كنا بنعلم أنذر بوجود ايه عشان بتاعة المفرد فدي هنا boys دي جمع فالإجابة هتكون ايه أذر. when I was young عندما كنت صغيرا. رابط والجملة بتاعته في الماضي يبقى الجملة بدأت ماضي يا مستر هتقفل ماضي. فبلاي برا we have played برا. أنا قدام was used to play وبلاي. طب يا مستر was used to لو طالما was يبقى هنا عايز ing وده ما حصلش لأن الفيرب to be مع used to هنا بيكون في ing وده ما حصلش فالإجابة الصحيحة هتكون played. My brother was very young. أخويا كان young صغير and weak وضعيف. so older student الطلبة الأكبر منه كانوا بيتنمروا عليه بيتنمروا يبقى bullied. we space meet our friend lately he is still away. تعالى كده بقى نركز في جملتنا دي ونشوفوا هي عايزة مننا ايه. يا مستر لازم اشوف الكلمات الدالة على هذا الزمن. يا مستر لقيت lately فكرني كده كان في since وفور just already وايفر ونيفر وجاست اوريدي يت صح كانت دالة على زمن ايه؟ دالة يا مستر على زمن هاز او هاف بلس بي بي lately وريسنتلي وجاست واوريدي وسنس وفور ويت وليتلي وريسنتلي ليتلي موجود يبقى عايز هاز او هاف زائد بي بي. الوي يا مستر هتاخد يا اما هاف يا اما هافنت. تعال نفكر في الجملة كده هي يا اما دي يا اما دي. we space meet our friend lately he is still away ده لسه هو هناك طبعا فهو عكس جملتين عكس بعض فالإجابة هتكون haven't. he has booked his ticket حجز تذكرته. من غير ما تفكر يا مستر حجز تذكرته ده مستقبل يا مستر خلصان واتفقنا مع المستقبل الخلصان بيكون am is or ing فالإجابة هتكون is traveling. the police are looking for البوليس بيدور على to find the real criminals علشان يكتشف المجرم الحقيقي. بيستند على الانتاجات والاستنتاجات والنتائج يبقى الإجابة يا مستر هتكون clues. تمام. unlike now I know at black coffee. تعال بقى نبص يا مستر unlike now جت معايا فزمن جملتنا هيكون ماضي black no I wasn't used to الكلام في الماضي فهتكون الجملة دي معانا I wasn't used to black coffee. السؤال اللي بعده he was made space a fine for driving his car fast. تعالى مستر نشوفوا ازاي احنا هنقدر نحل السؤال ده. فاين هنا مستر بمعنى غرامة for driving his car fast يعني هو خد غرامة او اتغرم لانه هو ساق بسرعة جدا. هل يا مستر هنا عايز فاين غرامة بيدفع فيدفع مش هتكون reused ولا denied ولا protected هنا هتكون بمعنى يدفع. آية looks تعتني بالهير يونجر طبعا دي قديمة معروفة looks after. I remember أنا بتذكر this young man before when I was in طنطا. طبعا أنا بقى كده وركز واحد الله. في أغلب الحالات أنت عارف إن remember يا إما يجي معاها to أو يجي معاها الفيرب بلس ing. هو remember إنه لسه هيفعل الشيء أو فتو معايا هنا زمن الجملة ماضي في أغلب الحالات لما بيكون زمن بقول في الأغلب مش على طول مش قاعدة عامة يعني
مع remember والحاجات اللي بيجي معاها to زائد المصدر او ing، ان انا في الجمله لما بتكون ماضي في اغلب الحالات بيكون الفيرب محطوط له ing. بقول في الاغلب وليس قاعده عامه. اوكي. مستر علي is a famous journalist، صحفي مشهور، and he always، وهو على طول، reliable news، بيكتب اخبار موثوق منها. جمله مضارع بسيط. مضارع بسيط في الاغلب هتلاقيه بيقول لك هو شغال دكتور وبيعمل حاجه حقائق اللي هي فاكتس وايه وهابت. واحنا اتفقنا المضارع البسيط المفرد بيحب الاس الجمع الساده من غير زياده. عمنا هي هنا موجوده، ومستر علي ده مفرد، فالمفرد بيحب الاس، فالاجابه هتكون رايت. يبقى احنا علمنا على بعض اجزاء الجرامر واحنا شغالين، وشفنا كام بوينت من وايل وهاز وهاب، وشفنا حاجات كتير وافكار حلوه في شكل ايه يا مستر، حليناها بشكل لطيف كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. you should be ambitious، لازم تكون طموح. you must always have some targets، لازم يكون عندك أهداف. and rule model وقدوة to motivate you to do your best، يخليك تعمل أقصى ما عندك. to accomplish all your dreams in life، علشان تحقق all dreams in life، تحقق كل ايه احلامك. اولا هقول لك الجمله الاولانيه مش هتنفع ليه، عشان هو هنا كاتب لك ليعوقك، ودي ما ذكرهاش. تعالى، يجب ان تكون صالحا، لا هو قال لي يجب ان تكون طموحا، فصالحا دي مش معايا. يجب أن تكون طموحا، فلا بد أن يكون لديك دائما كم من الأموال. ما قالش كم من الأموال دي خالص، هو قال لك يكون عندك تارجتس وأهداف في حياتك. فالإجابة الصحيحة هنا هتكون طبعا يا مستر هي الإجابة الإيه يا مستر، آخر واحدة اللي هي دي يا مستر، اللي نعلم عليها هي دي. لقد سافر عمي إلى الخارج في الأسبوع الماضي لتلقي العلاج، لأنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة. Last week my uncle traveled abroad in order to treat وقال لي treat as he suffers، دي مش هتنفع يا مستر. Last week my uncle has traveled abroad، فهو عايز يقول traveled، مش ده زمن، عايز مش ماضي ده. هي كانت المفروض تبقى traveled شبه دي وشبه اللي تحت. اوكي. لقد سافر عمي الى الخارج في الاسبوع الماضي. تعالى نشوف اللي بعدها. last week my uncle traveling abroad to be treated، علشان يكون متعالج. الأخيرة طبعا يا مستر traveling دي مش هتنفع، واحنا عايزينها حاجة في الماضي، فهتكون الإجابة traveled هي الإجابة الصحيحة. يلا ندخل على سؤال النوفل. السؤال الأول بيقول do you think that Jim made a mistake by deciding to go to the island؟ هل جيم أخطأ لما قرر إن هو يذهب إلى الجزيرة؟ في رأيك إيه؟ أنا في رأيي بحب أميل إن أنا أكتب وأقول yes. طب إيه السبب يا مستر؟ because he was alone، علشان because he was alone كان بمفرده يا مستر. طب طالما هو بمفرده والزمين كان مع مين يا مستر؟ with the pirates، كان مع القراصنة. and he wouldn't be able to defend himself، ومش هيكون قادر. and he wouldn't be able to defend himself، ان هو يدافع عن نفسه. وهتزود بقى ان هما كمان ممكن يقتلوه، خلي بالك defend himself. انا ما رجعتش شلوحت البي دي اف. يلا الحمد لله. اللي بعده do you think that it was a good thing that the crew knew about the treasure؟ هل تعتقد انه كان من الجيد ان الطاقم بتاع السفينة عرف بخصوص التريجر؟ بالنسبة لي هقول نو. طب ليه نو يا مستر؟ this code، ممكن هذا this code من الممكن يحط مين؟ هيحط James and his groups
ايه بقى his groups ايه life يا معلم. his group lives حياتهم طبعا هيعرضها للخطر، فهيحطهم فين؟ هيحطهم في ال danger، في الخطر. طبعا مش محتاج افكرك ان انا كنت اعمل لك 11 صفحة او 10 صفحات كده لمين اهم اسئلة المنهج باسئلة الادارات الجميلة كلها متجاوبة. دي تعتمد عليها كده قبل ما تنام بأمر الله، في ليلة الامتحان تقرأهم كده قراءة سريعة. أسئلة مهمة جدا جدا جدا، يعني لا تقل أهمية عن الأسئلة اللي احنا بنحلها دي. فرجاء من حضرتك ايه تبقى تبص عليها بصة كده كده، احنا مراجعينها أكتر من كذا مرة، فبالنسبة لك بس ايه براجعها مراجعة سريعة كده فكرك بيها بس. doing sport increase his fitness. this the antonym، عكس increase. طبعا ده increase بمعنى بيزود، يبقى عكسها reduce يعني يقلل، وكمان decrease. I wish this book wasn't so boring. كنت أتمنى أن هذا الكتاب ما يكونش ممل. I keep falling asleep. أنا بنام على طول. whenever I try to read، كلما إيه أجي أقرأه. the antonyms، عكس الword boring، عكس حاجة مملة. طالما حاجة مملة يا مستر يبقى عكسها هتكون الحاجة دي exciting شيقة، وهتكون يا مستر interesting. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بيكون طالب مني تشوز واحد. My father will come home the day after tomorrow. بابايا هيجي بعد بكرة. هيجي not in New York، هو كان في نيويورك. has، طب تعالى كده نفكر. since his last birthday. بص يا صاحبي انت مش هتكون قدامها، هتكون قدام has gone وهاز بين. طب هاز جون ذهب ولم يعد، وهاز بين ذهب وعاد. طبعا طالما ذهب وعاد فالإجابة هتكون هي هاز بين. ذا ريفري، الحكم، فاينلي بلو ذا، صفر مستر. طالما صفر مستر بويستل يعني صفارة. My dad loves Mexican food but it's too space. My dad loves Mexican food but it's too، ولكن المكسيكان فود طبعا حضرتك عارفه بيكون spicy. Blood can help people if they have been badly injured. لو هم badly injured يعني مصابين إصابات خطيرة، فالتبرع هيكون مهم ليهم، فالإجابة هتكون donating. You can check the school website، ممكن تفحص السكول website or the for the news للأخبار. طبعا النوتس بورد. May I have more orange juice please. طبعا هنا بيطلب منه طلب، فطالما بيطلب منه طلب يا مستر في بعض الأحيان كنت بستخدم some علشان لوجود ايه يا معلم؟ لوجود بليز في حالة العرض والطلب الريكوست. تعال نشوف السؤال اللي بعده. should be sent to the prison to protect our society، علشان نحمي المجتمع منهم. يبقى دول أكيد طبعا مجرمين، المجرمين اسمهم criminals. and small pieces of land for growing things on. نعيدها لك تاني. are small pieces of land for growing things on. اسمها ايه؟ كان اسمها البلاتش. do you enjoy، هل انت تستمتع؟ enjoy من الافعال التي يأتي بعدها يا مستر ing، فالاجابة هتكون listening. علي is sociable، اجتماعي person. he find it easy to، هو بيلاقي نفسه فرحان جدا ان هو يتواصل مع الناس. easy to طبعا يا مستر news friend، هنا مش بمعنى يتواصل، ده هنا بيقولك ان هو بيعمل صحاب جديدة، فالإجابة هتكون make new friends، لأن make new friends معناها يكون صداقات جديدة. while I was watching a film، بينما أنا أشاهد الفيلم. ملاحظ while جه فاعل بعدها فجه was aware ing. my car، عربيتي، بدأ بعربيتي، يبقى دي من غير تفكير جملة مجهول. جملة مجهول، طالما جملة مجهول وفي زمن الاستمرارية، طالما جملة مجهول وفي زمن الاستمرارية كانت بتكون was أو were وبعد كده being زائد يا مستر البي بي. متحقق فين ده؟ الكار دي مفرد، فالإجابة هتكون was being repaired، لأن العربية مش هتصلح نفسها. with this a family party Saturday would you like to come. معنى كده ان هو بيقول له ممكن نعمل لك حفلة Saturday اللي جاي، ممكن تيجي معانا. معنى كده انهم جهزوا ورتبوا كل حاجة، وعرفتك ان المستقبل الخلصان بيكون am is are، الفيرب بلس ing، فالإجابة هتكون are having. ندخل على النوفل ويلا بينا على السؤال
لا سوري، هندخل على الترانسليشن، الترجمة. نبدأ بالسؤال الأول اللي بيقول It's known that modern technology is a double-edged sword, therefore we should make use of it and avoid its negative side، ونتجنب الجانب السيء منها. واللي معناها من المعروف أن التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين، ولذلك يجب الاستفادة منها وتجنب جوانبها السيئة. حضرتك طبعا بتتبع طريقة كده انك بتقعد تطير وتجيب الكلمات تحت بعض، ماشي. لو مشيت معاك يا معلم يبقى الدنيا جميلة جدا، بس انا لازم اقول لك في كل جملة ايه الغلط، فركز بقى معايا كده. في الاولى من المعروف ان التكنولوجيا هو قال التقليدية، وهو فوق اصلا قال الحديثة، فايه دي هتكون غلط. طب اتنين، من المعروف ان التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين، ممكن تكون بي، فانا هدخل على سي وافكر شويه. من المعروف ان التكنولوجيا الحديثه والتخلص من، التخلص من دي هو ما قالش فوق التخلص من، يبقى كمان سي مش معايا. ندخل على دي، من المعروف ان التكنولوجيا الحديثه سلاح ذو حدين، ولذلك لا يجب، هو قال يجب فوق، فلا مش هتبقى معايا. الاعتماد يبقى صاحبي زي ما قلت لك، الاجابه هتكون بامر الله ايه. ندخل على الترجمة من عربي لإنجليش. بيقول لي إيه؟ هناك من الآباء والأمهات من لا يعتني بأطفالهم كما ينبغي، نتيجة لذلك يزداد عدد أطفال الشوارع. الأولانية مستر مش هتنفع، لأن قال لي look for، بمعنى يبحث عن، فدي مش هتنفع. في التانية مستر مش هتنفع، لقال لي as a result of. في التالتة يا مستر تعالى كده نفكر فيها، بيقول لي ايه، تعالى قال لي look after their children probably، من المحتمل، ودي ما قالهاش فوق يا مستر، فاللي هي دي، يبقى احنا ايه سكيب دي، وكمان واحدة اللي هي دي، يبقى الإجابة يا مستر هتكون الأخيرة وهي دي. يلا بينا ندخل على الستوري. If you were in God's place، كنت مكان if you were in God's place would you tell him about those secret؟ لو انت كنت مكان جان كنت هتقول له الأسرار. أنا من غير لما يجيب لك أي سؤال عليه قول له على طول يس، لأن هو كان في حالة تحدي سايبينه على الجزيرة لوحده، فالإجابة هتكون يس. طب ايه السبب يا مستر؟ because Jim and his group، وفريق جيم ده اصلا would help، من الممكن would help him، يساعدوه to leave the island، ان هو يسيب الجزيرة. وحضرتك عارف ان الغريق بيتعلق بقشاية، فاكيد طبعا كان هيساعده. if I were in Mr. Trowley place would you trust كابتن، كنت هتثق في كابتن سمولت. الإجابة هتكون إيه يا مستر؟ والراحة نكتبوها بشكل بسيط عشان طلابنا اللي عارفين الستوري أو اللي مش عارفينها، علشان تضمن درجة الستوري اكتب بأسلوب بسيط واختار الكلمات البسيطة، وهتقفل برضو بأمر الله. فالإجابة هتكون يس because Captain Smollett proved، يعرف يعني ايه proved يعني اثبت، to have lots of experiences with working at sea، with working at sea. آخر سؤال معايا في الستوري بيقول، ركز بقى. The crew include a man called Long John Silver who had lost a leg but he was a good cook. Should they have taken a fitter person? Why؟ اللي هنا بيقول لك ان الطاقم اللي اشتمل على لونج جون سيلفر، اللي اشتمل على زلفر هو had lost his leg،
طبعا حضرتك عارف ان سيلفر فقد رجليه was a good cook. should they have taken a fitter person. هل تعتقد انهم اخدوا شخص كويس؟ هو بالنسبة لشغلانته فانا هقول لا no. طب ليه no؟ because they didn't have to، مش مضطرين لكده. because he could do his job well، بس هو بيقدر يعمل شغلانته كويس. because he could do his job well. طلابنا حبايبنا مش هطول عليك اكتر من كده، فانا كنت سايب لحضرتك طبعا في كل سنترنا سايب لحضرتك 10 ورقات مهمين جدا، فيهم كل المنهج متجاوب، فيهم افكار ادارات، ملف غير ده وقلت لك من شويه ملف لا يقل اهميه عن الملف اللي انا شغال منه ده. انا هوقف لحد هنا لحد التست 6، وهبعت برضو لحضرتك كده كده الملفات دي متجاوبة بشكل جميل جدا، تقدر حضرتك تقرأهم وتشوف كل افكارهم. خلي بالك علشان الافكار دي هامة، فخلي بالك علشان هتلاقيها بكرة في امتحانك بأمر الله. وما تنساش اني حملت لك ورخصت لك منهجك كله فيه 4 ورقات مهمين جدا، حتى سؤال الإسايز المقالات اللي عليك معمول لك بشكل بسيط جدا. كل المطلوب من حضرتك تابع الجروبات اللي بينزل عليها شغلنا بأمر الله وتركز، وبكرة بأمر الله امتحانك هيكون في غاية السهولة، عشان انت تعبت وعملت اللي عليك، وعشان مسترك تعب وعمل اللي عليه، وربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.